رجل كان يسكن في المدينة. هذا الرجل يقال له أنس، ولما سكن في المدينة طلب من أهله يبحثون له عن امرأة جميلة، يبغى يتزوج بنت جميلة. فقالوا له حنا تعرفون أنتم الناس وعاداتها ما يسمحون إلى وقتنا أنه فيه الآن عن الناحية الشرعية يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في حدود ما نصت عليه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤدم بينهما، يمكن يكون فيه راحة وتوفيق. لكن لا يزال فيه أناس ربما يتمسكون بالرفض ومنع أن الرجل يشوف المرأة. هذا الرجل أنس في ذلك الوقت كان بعض الناس يرفض مثل هذا، فقال لهم دوروا لي على بنت جميلة أبغى أتزوجها. فاجتهدوا، قالوا له وجدنا لك امرأة وبنت جميلة ولطيفة، ووصفوها له. لما دخل عليها ليلة الدخلة، ليلة عقد نكاحها ودخولها عليها، تفاجأ أن المرأة ما هي بجميلة أبدا، فتأثر شوي، انصدم، يعني انصدم من شكل المرأة وتفاجأ من شكلها، فابتعد عنها ولا دخل بها. فجته الحرمة وقالت له كلمة واحدة، قالت يا أنس لعل الخير في الشر، يمكن الخير اللي أنت صديت عنه اللي أنت تراه شر لي. كأنه يعني عزتها الكلمة واقترب منها، ثم دخل بها، جلس معها أسبوعين، ثم هاجر من المدينة من حاش طلع، قيل ذهب في طلب علم، وقيل ذهب في طلب رزق، وقيل ذهب مهاجرا فارا من هذه المرأة. انقطع عن المدينة 20 سنة، وبعد 20 سنة رجع. أول ما دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا بالناس يزدحمون على رجل شاب يدرس يحدث يعلم الناس، كلامه فيه من الفصاحة والبلاغة والقرب من الناس. فسأل الناس يوم طلع قال من هذا الذي يجتمع عليه الناس؟ قالوا هذا رجل عالم يقال له مالك. قالوا مالك؟ مالك ابن من؟ قالوا مالك ابن أنس. قال مالك ابن أنس ابن عامر؟ قالوا نعم، درى أنه ولده. فقام الرجل وجلس يلاحق الشيخ الإمام يوم طلع من المسجد لين دخل البيت. فلما دخل البيت طق الباب، فتح، ما يعرفه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له أين أمك؟ قال وش تبغى بأمي؟ قال أهي حية أم ميتة؟ قال حية. من أنت؟ قال ادخل لها وقل لها إن على الباب رجل يقول لعل الخير يكمن في الشر، وهي راح تعرفني. يقول يوم دخل قال يما فيه رجل عند الباب يقول لعل الخير في الشر الذي تفر منه. قالت اخرج فإن هذا أبوك. يقول فخرج إليه وجلس يقبله يبكي. فقالت شوفوا الكلام الجميل، بعض الناس ما يجرح، قالت إن أباك ذهب في طلب رزق فغاب عنا فها هو يعود. ما تبي تجرح هذه المرأة العاقلة. ولذلك هذا هو مصداق قول الله جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.